السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات، معلش وانا عارفة انه متأخرة. المهم النهاردة عاملة لكم جولة في الشقة بعد تغيير الديكورات، وهحط لكم الفيديو الاولاني بتاع الشقة في الفيديو، في نفس الفيديو. عايزاكم تشوفوا، تعملوا مقارنة ما بين الفيديوهين وتقولي لي انهي احلى. هنا بدأنا كده بالصالة عند باب الشقة. ولو اول مرة تشوفوني حطوا لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم. هنا احنا كده في الصالة. الصالة فيها النيش والترابيزة والكنبة والجزامة واللي جنب الجزامة ده العسكري بتاع اوضه النوم، بس ما هو ملوش مكان في اوضه النوم فحطاه في الصالة. وهنا اوضه الاطفال، لو انتوا فاكرين ان ديت كنت حاطه فيها اوضه النوم من الاول، طلعت فيها اوضه الاطفال لان هي اصلا كانت اساسها اوضه الاطفال، وانا كنت مطلعه اوضه النوم فيها. ثانيه واحده يا رهفتي. وهنا كده اوضه الاطفال. كانت الاوضه التانية اللي جوه كانت ضيقه، ما كانش عيالي بيعرفوا يلعبوا فيها، فروحت جايه مطلع لهم ديت هنا عشان يعرفوا ان هم يلعبوا كده. ديت واسعه عليهم. التانية هندخلها دلوقتي ونشوفوا ايه، اوريكم انا قصدي ايه. هنا كده زي ما انتوا شايفين. زي ما احنا كده شايفين. زي ما احنا كده كنا شايفين كانت ديت اوضه الاطفال. هنا بقى هندخل بقى على اوضه النوم. معلش رجعنا تاني معلش المونتاج بوظ معايا الدنيا. عايزاكم بقى تقولي لي رايكم في اوضه الاطفال الاولانيه ولا اوضه الاطفال التانية اللي هتبقى في اخر الفيديو، انهي فيها احلى؟ بس انا عملتها كده عشان ان العيال يعني يعرفوا يلعبوا. التانية ما كانوش بيعرفوا يلعبوا فيها خالص. ديت ما شاء الله واسعه وكبيره زي ما انتم شايفين، وفيها مساحه كبيره خالص ان هم يلعبوا، واخده اللعب بتاعتهم والعجله والكراكيب بتاعت انا هنا كده الصالة. واشتريت الحفاظات ديت، الحفاظتين دولت. انا في الفيديو الاولاني كنت حاطه السجاده بتاعتي، انا بقى اشتريت دولت. هنا زي ما احنا شايفين كده داخلين بقى على اوضه النوم. هنا اوضه النوم، هنا الجزء ده فيه الحمام واوضه النوم والمطبخ. ديت بقى اوضه النوم، بصوا ضيقه ازاي، يعني واخده الاوضه بالعافيه. التانية بقى كان فيها السريرين والدولاب والكراكيب، فكانت ضيقه خالص. يعني هي بصوا على قد اوضه النوم بالظبط. واصلا اول ما اتجوزت كان فيها اوضه النوم زي ما هي كده. انا اللي كنت حاسه ان هي ضيقه وكده، فانا كنت طلعت فيها، بدلت، جبت اوضه الاطفال مكان اوضه النوم ودخلت التاني. زي ما احنا كده شايفين ديت كده اوضه النوم، والمطبخ بقى اللي هو ايه قصادها هناك، هنشوفوه دلوقتي مع بعض. ديت التسريحه، حط عليها الميك اب بتاعي اللي بصوا اللي بايظ، عيالي بيدخلوا يبوظوه. ايه 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 انت اعمل با با. ده محمد ابني اللي على طول مكسور، ايديه مكسورة، وقبلها ب4 شهور كانت ايديه التانية. محمد كتكوت مكسور الجناح، صح؟ استنى يا جماعة. هنا بقى داخلين، بس يا روف، هنا بقى داخلين الركنة يا جماعة وبعدين. طب ثانية واحدة هخلص الفيديو وخليكي تقولي يا جماعة. لا ماشي؟ بصي يا ماما. لا تاني عشان تقع. مش عارفه كانت الاضاءه في الفون كانت بايظه خالص ليه وانا بصور الفيديو ده. اسكتي بقى يا ماما. اسكتي انتي لو سمحتي. لا اسكتي انت بس. ازيكم يا جماعة. هنا بقى كان المطبخ بتاعي. يا ماما عايزه ايه يا رهف؟ كلموني. اخليهم يكلموكي؟ حاضر. يا جماعة مين جابت لي السلسلة؟
وهنا بقى ايه المطبخ. وكده نبقى خلصنا الفيديو اللي هو الاولاني. هندخل بقى على الفيديو التاني، وعايزاكم تقولوا لي رايكم في الفيديوهين. الشقه عندي مقسومه نصين، نص في النص اللي هو بره في اوضه الاطفال والركنه، والنص اللي هو جوه في الحمام والمطبخ والصاله. ده بقى الفيديو ايه قبل التغيير التاني بعد التعديل. عايزاكم بقى تقولوا لي رايكم، الاول كان احلى ولا ده احلى؟ وغيرت الستاره اللي في الصاله، دخلتها في اوضه الاطفال، وجبت اللي في اوضه الاطفال حطيتها في الصاله. عايزاكم بقى تقولوا رايكم برضو فيها، ولا اغيرها تاني، اطلع تاني بتاعه الصاله في الصاله المهم يعني انتوا فاهمين. دي بقى اهي اوضه الاطفال، كنت حاطه فيها اوضه النوم. بصوا كانت واسعه برضو ازاي، بس المشكله عندي ان التانية ضيقه خالص، ما كانوش العيال بيعرفوا يلعبوا فيها، فهي تعتبر مريحه بالنسبه لهم هم. بس يا ميتو شوف، كانت واخده السرير والاتنين كومودينو والدولاب والتسريحه والعسكري، وكان فيها كمان مكان كبير. التانية ما هيش واخده غير كومودينو واحد، ومش واخده العسكري، يا دوبك السرير والدولاب والتسريحه. وكنت شايله الترابيزه بتاعه الركنه، دخلتها، ودخلت الترابيزه اللي هي تحت الشاشه دخلتها برضو. هنا الركنه واضحه عن الفيديو التاني اللي انا كنت مصوراه. بس يا ميدو بس يا ميدو مش نروحوا فين؟ ماشي بكره. لو لسه معايا لحد هنا في الفيديو، ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك عشان القناه تكبر بيكم، وتقولوا لي رايكم هنا احلى كده احلى ولا الاول كان احلى. يا دي العياط اللي احنا ما بنخلصوش منه، انا طول النهار في عياط. ديت بقى كانت اوضه الاطفال، بس كانت ضيقه خالص ازاي، ما كانش فيها مساحه اصلا، الواحد كان بيعدي فيها بالعافيه. كانت المساحه فيها تعتبر معدومه. لا انا ارتحت لما طلعتها. انا قاعده في يوم فاضيه، رحت قايله للجوز ايه تيجي اما نطلعه ندخله اوضه النوم ونطلعه اوضه الاطفال. ما كانش ورايا حاجه، هي طلعت في دماغي كده مره واحده، يلا رحنا نايمين مفكين. غبنا طول اليوم فيها من الظهر لحد الساعه 10 بالليل، كنت انا وهو بس اللي بنعملها سوا. هنا المطبخ اهوت باين احسن. هناك كانت الصوره برضو ما كانتش واضحه. عايزاكم بقى متنسوش الاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم، وتقولوا لي رايكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في القناه، اكتبوا لي تعليق حلو. ايه حاضر. على فكره انا جبت بتوع الصيانه صلحوا لي الايد بتاعه البوتاجاز، كانت مكسوره. المره الجايه وانا في المطبخ هتشوفوها متركبه. بس على فكره نوع فريش في البوتاجاز، كلمه زفت ديت شويه، ما انصحش حد خالص ان هو يجيب، والشركه وحشه. وكده وصلنا لنهايه الفيديو، باي.